انا لسه واكل من ساعه وبرضه حاسس اني جعان. ساعتها بدات اسال نفسي، هل المشكله في المعده ولا في حاجه اعمق من كده بتحصل جوه الجسم؟ قررت اخش جوه جسمي واشوف الرحله بنفسي. رحله بتبدا من المعده وتنتهي عند الدماغ، وهناك فهمت ان معظم الناس بتاكل كتير وبرضه مش بيحسوا بالشبع. هنا في المعده بتبدا اول رساله. الخلايا المبطنه للمعده بتفرز هرمون اسمه الجرلين، وده اللي نعرفه باسم هرمون الجوع. كل ما المعده كانت فاضيه زاد افرازه، وكأن الجسم عايز يقول للدماغ احنا محتاجين لطاقه، لازم تاكل. لكن الجرلين مش بيشتغل لوحده، هو بينتقل من المعده عبر مجرى الدم في رحله دقيقه جدا لحد ما يوصل للمركز الحقيقي في الدماغ. وهنا بيوصل لمنطقه مهمه جدا اسمها الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس هو المسؤول عن تنظيم الجوع والشبع واستهلاك الطاقه، وكمان مسؤول عن التوازن الداخلي للجسم كله. لكن الجسم مش شغال في اتجاه واحد، في الناحيه التانيه في نظام تاني شغال بيحافظ على التوازن. في الخلايا الدهنيه بتفرز هرمون اسمه الليبتين، وده الهرمون اللي احنا عارفينه باسم هرمون الشبع. وظيفته انه يعرف الدماغ ان عندنا كميه طاقه كافيه، مش محتاجين تاني. في الوضع الطبيعي الجرلين والليبتين بيشتغلوا بنظام دقيق جدا، وكل واحد منهم عارف شغله. لكن وانا بتابع الرحله لاحظت حاجه غريبه جدا. اشارات الشبع وصلت فعلا للدماغ، لكن الدماغ مش متفاعله معاها، كأن الاشارات وصلت لباب مقفول. وهنا بتظهر المشكله الحقيقيه، مشكله اسمها الليبتين ريسيستنس او مقاومه الليبتين. بكل بساطه هرمون الليبتين موجود وبيتفرز بشكل طبيعي، لكن المستقبلات في الدماغ بتفقد السيطره، عامله بالظبط زي نظام الانذار اللي شغال على طول، لكن مع الوقت الدماغ مش بتقدر تسمعه. وفي الغالب ده بيحصل بسبب زياده الدهون في الجسم وقله النوم والتوتر المزمن والاعتماد المستمر على السكريات والاطعمه المصنعه. كل العوامل دي بتبوظ لغه التواصل بين الجسم والدماغ، والنتيجه انك بتحس انك جعان على طول. لكن المشكله الحقيقيه بتبقى في الاشارات نفسها. وفي نهايه الرحله فهمت شيء مهم جدا، ان مش كل ما تحس انك جعان معناه انك محتاج تاكل. المشكله كانت في الحوار الصامت بين جسمي ودماغي. والسؤال المهم، هل انت فعلا جعان ولا جسمك هو اللي بيبعت اشارات غلط؟